هؤلاء فتية متمدرسون يرددون الشعار الوطني ذات صباح بلسان أمازيغي، حدث نادر وقد ينعدم في 400 مؤسسة ابتدائية تدرس الأمازيغية بالمغرب اختياريا، ولا يستفيد من تعلمها سوى 500 ألف تلميذ بين راغب ومكره من أصل 4 ملايين. انتقلنا من نسبة حوالي 400 قسم يتم تدريس الأمازيغية فيها إلى مستوى تعميمها على جميع مستويات التعليم الأساس، أي ال5 سنوات الأولى من التعليم المغربي، من تعليم المدرسة المغربية العمومية. ورغم توحيد الألسن الأمازيغية المختلفة صوتا ودلالة واختزالها في حرف التيفيناغ، فإن تلقينها لا يشمل عدد 9 أكاديميات من أصل 16، ما يجعل رهان 200 ألف قسم لتعليم اللغة البربرية بعيد المنال. لا يوجد أي قانون مكتوب يحمي الأمازيغية ويعطي الحق في استعمالها في إدارات الدولة، أي أن الأمر يقتضي إصلاح دستوري. الثائرون على ما يرونه تهميشا ممنهجا للغة الأغلبية من المغاربة يلقون باللائمة على وزارة التعليم التي لم تف في نظرهم بتعهداتها لإدماج الأمازيغية داخل المنظومة التربوية بشكل فعال، رغم ما يبذله المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من جهد لتوفير الكتب المدرسية التي تفتقر إلى أطر قادرة على تبليغها. لم يتم تكوين معلمين أكفاء من ناحية استيعاب الحرف ديال تيفيناغ، ومن حيث استيعاب طبعا النحو الأمازيغي وكذلك الثقافة الأمازيغية إلى آخر ما يتطلبه تدريس هذه الأمازيغية. فبدأت بمعنى منذ انطلاقتها بواحد النوع من العشوائية. الجامعة والأساتذة الجامعيون من جهة وباحثو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هم مجندون من أجل تكوين أساتذة اللغة الأمازيغية. التقصير في نشر اللغة الأمازيغية يفسره المهتمون بالشأن الثقافي علامة على استمرار إهمال الإنسان المغربي من حيث التكوين، وذلك ما أغرق المغرب في فيض من الأمية خاصة بالعالم القروي بلغت 70% في النصف الثاني من القرن العشرين، لتنخفض راهنا إلى 40%. تلقين وتدريس اللغة الأمازيغية ليست مسألة لغة ومناهج وكراسات، بل أيضا هي إشكالية قانونية، فبدون اتصالة قانونية تنظم بل تفرض تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الرسمية ستظل هذه اللغة لغة ثانوية. عبد الحي حلمي، الحرة، من داخل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.